أرجوكم حد يلحق أبويا بسرعة، أبويا بيروح مني، والست دي خطفاه وخدت شقته وحبساه هي وأهلها في مكان غريب. أبويا بيموت. ابن حلمي بكر قلب الدنيا بالتصريحات دي. ايه الحكاية ومين الست اللي خطفت أبوه؟ تعالوا نقول لكم الحقيقة بالتفصيل. بس في الأول كده ياريت ندعي للموسيقار حلمي بكر بالشفاء العاجل، لأن حالته صعبة جدا. ابن حلمي بكر خرج مؤخرا وقال إن مرات أبوه خطفته وسافرت بيه الشرقية. مش بس كده، ده أكد إنها استولت على شقته اللي في المهندسين ورمياه في شقة في الأرياف عند أهلها. ده قال كمان إنها خدت تليفونه ومنعاه يكلم أي حد، وقال الحقوا أبويا، الست دي بتعذبه هي وأهلها وعايزين ياخدوا اللي وراه واللي قدامه وبيعاملوه وحش جدا وانا مش عارف اوصله. وكمان قال ان الفنانة نادية مصطفى اكدت ليه ان ابوه بيتعذب وان مراته سماح مش راضية تخليه يكلم حد ومنعاه من كل حاجة. طبعا الكلام ده قلب الدنيا حرفيا، بس الحكاية ما خلصتش على كده، دي لسه هتبدأ. مرات حلمي بكر تخاف او ترجعه شقته في المهندسين؟ ابدا، ما حصلش. ده طلعت للاعلام والصحافة وقالت انا ما بعذبش حد ولا خطفت جوزي، انا قررت اعالجه في الشرقية عشان الهوا هنا نضيف وحلو، وعلى فكرة كمان انا مش معايا فلوس اوديه مستشفى خاص. وكملت كلامها وقالت وابنه اللي بيهاجمني ده طلبنا منه يجي يزوره لما كان في القاهرة وكبر دماغه وما شافش ابوه بقاله فترة طويلة. طبعا كلام مرات حلمي بكر استفز نقابة الموسيقيين اللي مسؤولة عنه، وخرج مصطفى كامل وقال احنا هنعالج حلمي بكر في احسن مستشفى في مصر، رجعيه القاهرة وردي على تليفوناتنا، انتي مش بتردي على حد وواخدة تليفونه. وطبعا الايام اللي جاية هيكون فيها تطورات جديدة، خصوصا ان ابنه قرر يبلغ الشرطة عشان ينقذ ابوه ويعالجه في القاهرة. اغرب حاجة في الحكاية دي ان حلمي بكر اتجوز من الست دي من كام شهر بس وهو عمره معدي 85 سنة، او بمعنى اصح رجعها لعصمته من تاني بعد ما كان مطلقها من 10 سنين تقريبا. الاغرب كمان انه قبل ما يرجعها على ذمته من تاني كان بيقول عليها ست صعبة وقاسية وطمعانة في فلوسه وشقته. ده كمان قال انها سايبة بنتهم الوحيدة ومش معبراها ولا مهتمة بيها، وانه هو المسؤول عن البنت دي. حلمي بكر كان متجوز قبل الست دي 13 مرة. ايوه، الرقم اللي سمعته سليم، 13 ست في حياة حلمي بكر، منهم سهير رمزي ودي اول واحدة اتجوزها. كمان اتجوز من شاهيناز اخت الممثلة شويكار وخلف منها ابنهم الوحيد هشام، واللي بيحاول ينقذه دلوقتي من مراته الجديدة، غير 11 جوازة تانية محتاجين فيديو لوحدهم. في النهاية بقى تفتكروا مرات حلمي بكر بتعذبه فعلا وطمعانة في فلوسه زي ما ابنه قال؟ شاركونا ضروري بالتعليقات.